السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عزيزي الأهلاوي. فيديو جديد وموضوع جديد النهاردة جايين نتكلم فيه الحقيقة، وأنا مش محضر حاجة أقولها، بس أنا عامل الفيديو دوت عشان أنا عايز أتكلم عن حاجة كويسة حصلت النهاردة، عايز أتكلم عليها عامة. وإحنا من بعد ماتش إنبي عامة ما عملتش فيديوهات، عملت 2 ريلز عشان كان عندي امتحانات وكده. فما اتكلمت بس عن على الأداء الزفت اللي كان حاصل، الفرقة فاضية والدكة فاضية. بس موضوع النهاردة هياخدنا للموضوع ده. الموضوع النهارده اللي احنا جايين نتكلم فيه هيوصلنا للنقطه دي ان شاء الله. بس قبل ما نتكلم ونقول اي حاجه، احنا نصلي على النبي وندعي لسوريا وفلسطين، وبسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع اللي انا اساسا عامل عنه الفيديو النهارده ده موضوع اكيد كل الاهلاوي عارفه، ان هو عيد ميلاد النجم والاسطوره، اسطوره اهلاويه، اسطوره حقيقيه، علي معلول. النهارده عيد ميلاد علي معلول، كل سنه هو طيب، كل سنه هو متواجد في النادي الاهلي، كل سنه هو كينج، كل سنه هو نجم واسطوره من اساطير النادي الاهلي. علي معلول اسطوره، شئت ام ابيت، هو كده كده اسطوره من النادي الاهلي. علي معلول من ساعه 2016 الراجل وهو معاك، مواقفه بتبين لك قد ايه حبه للنادي الاهلي، حبه لجمهور النادي الاهلي. علي معلول اللي جاله عروض بضعف الرقم اللي هو بياخده معاك. علي معلول لما نادي بيراميدز بقى نادي بيراميدز كانوا عايزين يدوله رقم ب3 اضعاف اللي هو بياخده مع النادي الاهلي، هو مرضاش يتنازل ويسيب النادي الاهلي، مع ان ابنائك اللي انت مربيهم اللي قاعدين في النادي من هم صغيرين سابوك وباعوك عادي، عادي جدا. فعلي معلول طبعا اسطوره، مواقفه ورجولته في الملعب بتدل قد ايه هو بيحب النادي، هو بيحب جمهور النادي الاهلي. ودي الحاجات اللي احنا عايزينها في الفرقه حاليا. يعني الفرقه حاليا هي عايزه اشخاص زي علي معلول. اكيد طبعا انت بتشوف المشاكل الكتير اللي بتحصل، وبتشوف اللعيبه بتعمل بلوكات للجمهور. يعني انت فاهم الناس اللي على السوشيال ميديا، اللعيبه لما بيطلعوا ينتقدوا اللعيبه بتخش تعملها بلوكات. هي باينه ان اللعيبه ما عادتش حابه الجمهور، ما عادتش حابه اللي ينتقدها. الوقت اللعيبه عندها السوشيال ميديا اهم من اي حاجه، وده واضح، ده واضح. اي لعيب عامه، اهلي زمالك اي فرقه، السوشيال ميديا دلوقتي عنده اهم حاجه. فهي اللعيبه دلوقتي هي مش عايزه اللي ينتقدها، انت بتنتقدها تبقى انت ما بتحبنيش. فهي اللعيبه عامه ما بتحبش الجمهور، وخصوص لعيبه النادي الاهلي. عندك الشناوي، عندك موقف زي كهربا، عندك مين تاني مش فاكر، بس هما دول ابرز اتنين. عندك واحد زي خالد عبد الفتاح، لما يطلع في مش حكايه ما بيحبش الجمهور، لما يطلع في برنامج على اون سبورت يقول لك ان لو الاهلي مشاني هروح الزمالك عادي، وهو بيلعب في الاهلي. ف ف ففي حاجه اساسا حاصله في الفرقه مش تمام. انا من وجهه نظري يعني عامه، يعني ممكن تختلف معاه ولا تتفق، حاجه في فرقه النادي الاهلي مش تمام. ففرقه النادي الاهلي محتاجه حد زي علي معلول، عايزه 2 3 4 زي علي معلول. يعني في خبر شوبير كان قاله امبارح، قال لك ان مصير علي معلول متوقف على راي كولر، والاداره موافقه ان هي تجدد له. راي كولر قال لا، قال لا، هو مفيش حاجه اسمها لا. علي معلول لازم يفضل في النادي الاهلي لحد ما يعتزل. واحد يقول له اجنبي واخد مكان اجنبي، هم كانوا ماشيين في ان هو يبقى مصري، هياخد الجنسيه المصريه وتمام، يعني هيبقى مصري. طب لو ما خدش المصري هقول لك اسم الله على الاجانب اللي انت بتجيبها. هو انت بتجيب اجانب عليها الطلا؟ اتفرج على الاجانب اللي في النادي الاهلي، واحد زي تاو، واحد زي رضا سليم. فين الاجانب اللي انت بتجيبها؟ مفيش. الاهلي ما بيجيب صفقات عدله اجنبيه زي الناس. في كلام ان هو هيجيب صفقه برازيليه وصفقه ارجنتينيه. يبقى بني ايوه، هي مثلا مش لعيبه نجومها كبيره في فرق وبتاع، بس هي لعبه كويسه، يعني هي لعيبه حلوه. يعني الاسماء اللي انا شفتها واللي انا قراتها واللي انا شفت لها فيديوهات، لعبه كويسه ولعبه حلوه. بس مش الاداره اللي هتدفع الرقم ده. يعني مثلا الاداره مش هتجيب لك لاعبين اتنين، هو واحد وينج شمال واحد وينج يمين، هيدفعوا تقريبا حوالي 5 او 6 مليون دولار. عايز تفهمني اداره النادي الاهلي هتدفع 5 و6 مليون دولار في لاعبين؟ انا من وجهة نظري انا شايف ان هي بعيده قوي. انا مش شايف ان الاداره هتروح تدفع رقم زي ده الصراحه. يعني من المواقف اللي عدت، كل ميركاتو كان بيعدي من المواقف اللي حصلت، والارقام اللي هم ما كانوش بيوافقوا عليها، وفي صفقات باظت علشان الارقام. انا من وجهة نظري الاهلي مش هيدفع 5 6 مليون في لعبه زي دي. لا، هو الاهلي بيطلع بس، انت فاهم؟ عندك عبد القادر اخرج، حمدي فتحي اخرج، عبد المنعم اخرج. هو بيخرج بس ما عندك ديانج اخرج، ما بيجيبش. يعني انت مخرج لي 3 صفقات في نهايه الموسم ما جبتليش مكانهم حد. مخرج لي عبد المنعم، جبت مكانه 2
واحد فيهم لوش، والتاني بدأ يشتغل معانا، ومخرج لي ديانج ما جبتش مكانه حد، ومخرج لي احمد عبد القادر وما جبتش مكانه حد. تيجي في ماتش ام بتتعادل ومفيش حلول هجوميه تنزلها، هتقول للراجل ايه؟ هتقول له الراجل ما كسبتنيش ليه؟ ايوه هو الراجل غلط، الراجل تشكيله غلط، الراجل مفيش تكتيك، مفيش تكتيك ظاهر في الملعب، بس في نفس الوقت الراجل هيعمل لك ايه؟ هينزل لما ينزل لك واحد اسمه محمد سمير، هينزل لك مين؟ مفيش حد، الدكه فاضيه، دكه الاهلي فاضيه، فهو مفيش حد. جيب له دكه، جيب له دكه، وجيب له ناس محترم قاعده على الدكه، تنزل الماتش لو انت ماتش متعادل مغلوب تعمل لك الفارق، تبقى بعد كده تتكلم معاه تحاسبه بقى. انما ما تجيليش تحاسب للراجل، ايوه هو غلط، هو غلط، بس ما تجيش تحاسبه برضه انت غلطان برضه معاه. يعني الاداره زي ما هي غلطانه الراجل غلطان برضه، فانت ما تجيش تحاسب الراجل وانت تسيب غلطك، لا. بس هو فيديو عامه انا عامله بخصوصا علشان الراجل ده، عشان اقول له كل سنه وانت طيب، ان شاء الله تفضل في النادي الاهلي على طول، وبعد ما تعتزل تفضل اداري في النادي الاهلي، ونشوفك رئيس النادي الاهلي، ليه لا يا راجل يعني. واتمنى انك تعمل لي شير ولايك وسبسكرايب سواء على التيك توك او على اليوتيوب. سلام.